بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. تعالوا النهارده اقول لكم شويه معلومات كده عن البط. امتى تغيري العلف، امتى تضيفي البديل بتاع العلف، ازاي تطلعي تربيه بط بدون اي امراض. مش هتشوفي بقى ولا الكساح ولا دور برد ولا اسهال ولا تطير الريش. كل ده حله بحاجات بسيطه خالص وهقولها لكم في الفيديو. صلى على النبي الأول. البط اللي قدامنا ده بط عمره 3 شهور اللي أنا هذبحه لرمضان بأمر الله. أنا منزلاه معاكم على القناة من شهر تقريبا. المهم يا بنات أنا لسه مطلعاه بره بقى في مكان واسع، طبعا عشان خلاص ادينا له البروتين بتاعه. إن شاء الله يطلع معانا كده بدون أي أمراض. 3 شهور ونص 4 شهور تذبحي بط سوداني بلدي ومن غير تكلفة كتير. انا زي ما بقول لكم في الفراخ هقول لكم في البط، انا ما بحبش اعتمد على البدايل بتاع العلف. بستعمل اول 10 ايام علفة ناعمة. تمام يا بنات، وبعد كده بجيب علفة وسط. المهم ان اول شهر ده البط بياكل علف بس ناعمة ووسط، يعني 20 يوم وسط و10 ايام ناعمة، وليكن ده طبعا على حسب عدد البط اللي عندك. وبعد كده بجيب علفة شكارة مثلا خشنة اللي هي ال10 كيلو، باكلهم منها 5 كيلو كده بدون اي اضافات، و5 كيلو ببدأ اضيف لهم عيش، وال5 كيلو الاخرانيين ببدأ ادخل الذرة. يعني بغير العلف على مراحل، وانا بتكلم مثلا على تطليعة 12 بطة 13 بطة، يعني اكتر واحدة اقل واحدة بيكون ده الجدول بتاعي بالظبط اللي انا ماشية عليه. اول 10 ايام علفة ناعمة، بعد كده 20 يوم وسط، بعد كده بجيب 10 كيلو علفة خشنة. بتوصل بقى لحد يا بنات بعد عمر بقى الشهرين بتبقى نسبة العلف بسيطة خالص. يعني في الأول مثلا كيلو علفة ليه نص كيلو ذرة ونص كيلو مثلا عيش. بعد كده بفضل أقل لحد ما بيبقى نص كيلو العلفة ليه كيلو ذرة وكيلو عيش، وبيفضل بقى مستمر معايا لحد ما اذبح. يعني انا في الاول كده بديلهم العلف على الذرة على العيش، وبعد كده ببدأ احط لهم بقى الاكلة اللي هي اقتصادية شوية اللي تسد معاهم لباقي اليوم. وفي وجبة، يعني انا ما بحطش الاكل كله مرة واحدة الصبح، لا، مثلا الصبح وقبل المغرب، بحيث ان البط ياكل ويشبع، ولما انزل له تاني مرة يكون جعان يا بنات فيسحب في العلف فيديكي وزن. لكن ما ينفعش تكتري كده وتقولي هي مرة واحدة اللي هنزل فيها للطيور وخلاص. اهتمي بالبط في اول شهر، اديله بروتين، اديله علف اللي هو العلف البادي نسبة بروتين اعلى، وبعد كده بندرج تغيير العلف، ومش مرة واحدة عشان البط ما يتعبش. علف النامي زي ما عارفين بيكون اقل اقل شوية في البروتين، ولكن مناسب لمرحلة تكوين اللحم. خلاص بعد ما البط بيعدي عندي عمر الشهرين يا بنات ببدأ اخرجه كله مع بعضه بحيث ان هياكل اكل واحد، بس برضو بالتدريج، يعني كل يوم ساعة ساعتين لحد ما بسيبه خالص في المكان الواسع. بحيث ان المكان لما بيكون ضيق كمان البط بيجيله امراض وكساح وما بيكبرش. وطبعا النظافة الاهتمام بالبط بيبقى 1% من اهتمامنا بالفراخ البيضة، ولكن كمان لو اهتميتي ال1% ده مظبوط بيديكي اوزان ولحم، ما بتبقاش البطة ناشفة كده. اول اسبوع ممكن انزل بمرة بصل، مرة اعمل عصير توم عادي. يعني ممكن طول الدورة كلها مرتين 3 4 اعشاب. طول ما البط صغير اهتمي وضيفي سمسم. كمان اساسي معايا بعد عمر الشهر بضيف شوية كده، يعني مثلا لو 10 كيلو علف و10 كيلو عيش و10 كيلو ذرة، يعني قيمة معلقتين 3 كده صدف اقلبيهم على الخلطة دي. الصدف يكون اساسي معاكي لحد ما تذبحي الفراخ او البط، الفراخ البلدي او البط. الصدف مصدر طبيعي للكالسيوم، يعني مش هتشوفي كساح، بيقوي عظام البط، بيحسن قشرة البيض عند البط والفراخ، وكمان بيساعد على الهضم، يعني بيخلي التحويل يبقى اقوى واسرع. يعني الصدف مش اضافة اي كلام، دي اضافة تكون اساسية معاكي، خصوصا للبط بعد عمر الشهرين يا بنات. يعني البط الكبير عامة والفراخ البياضة وكل ده خلي الصدف اساسي مع الوجبات بتاعتهم. في الشتاء البط بيبقى متعرض ان هو ياخد برد. طبعا الكلام للبط البلدي والفراخ عامة يا بنات. ممكن نستعمل الخلطات او الوصفات بتاع البرد واساسها الثوم والليمون والبصل كعصير في المية. ده يبقى معاكي مرة مثلا في الاسبوع او كل اسبوعين مرة
كوقاية وعلاج تضيفيه للبط والفراخ 3 4 ايام في الاسبوع. الوجبة بقى اللي انا بعملها اقل تكلفة وبتشبع البط، الرجيعة على العيش، ببسهم كده في مية يا بنات، وبعملهم كوجبة اساسية الصبح بعد ما ادي للبط بتاعي البروتين في العلف والذرة والعيش، الخلطة برضو اللي انا مقلباها مع بعضها، بحيث ان انا افضل طول الوقت ادي للبط بروتين وفي نفس الوقت اوفر. الرجاء يا بنات او السرس مع العيش لها فوائد على فكرة كتير جدا، خصوصا للبط اللي انت هتذبحيه، يعني البط الكبير. انا ما باكلش للبط رجاء على العيش طول ما هو صغير، ولا رده ولا اي حاجه، زي ما قلت لكم علف في اول شهر، والشهر التاني بدرج فيه العلف بالتدريج. انا مخرجه البط الصغير ده كده بعد ما عدى شهرين بدأ بقى ياكل رجيع، وبرده العلف مستمر معايا. الرجيع مع العيش بتزود النمو، كمان بتدي للبط طاقة عالية، وبتزود الوزن بسرعة يا بنات، وخصوصا زي ما قلت لكم البط اللي قرب يتذبح. التزمي بالجدول اللي انا قلته لك ده في الاكل بتاع البط، وامتى تغيري العلف وامتى تستبدلي وامتى نزود العلف او نقللها، وانت هتاكلي بط سوداني تربية بيتي خلال 4 شهور. مش عايزه اقول لكم 3 شهور ونص عشان تقولي كدابه يا سوزان، رغم ان انا دبحها على القناه قبل كده 3 شهور ونص. انا ما بستخسرش في البط علف يا بنات، انا وباكل بواقي اكل، كل بواقي الاكل بعد ما البط يبقى عمره شهر كده او شهر ونص بضيف بواقي اكل، بعوده على الخضره. الخضره ممتازه جدا، الجرجير والبصل، خصوصا للبط اللي بيبيض يا بنات، الجرجير بيزود الخصوبه وبيزود البيض. البصل طبعا مضاد حيوي وجميل جدا. كل البواقي بتاع الاكل بنضيفها، ولكن ما تعتمديش على بواقي الاكل او بديل العلف. لما تربي تربيه وتصرفي عليها، لو بعتي حتى ذكر او ذكرين هيجيبولك المصاريف اللي انت صرفتيها، ده لو انت عاملاها مشروع، فعمرها ما تخسر معاكي، بالعكس هتديكي اوزان. لكن لو انت استرخصتي بقى وبديل علف، وفيديوهات انا شايفاها جايبه ملايين المشاهدات، والبط فيها اساسا معضم، يعني انا لو ذبحته مش مفيش حاجه تتاكل، ولا صدر ولا ورك. يبقى يا ست الكل امشي على الجدول اللي انا قلته لكم ده، ولو في اي سؤال سيبهولي في التعليقات وانا هرد عليكم. المواعيد بالظبط ان شاء الله نبدأ دورة بط كمان مع بعض جديدة، ونمشي مع بعض فيها يوم بيوم. ما تستخسريش، انت لو هتشتري بط للبيت هتشتري دكر ب 700 800 او 600 يا ستي، بطة ب200 300 400 جنيه. لا، انت اصرفي ال1000 جنيه دي هي على دورة البط، هتطلع لك يعني مش بطة واحدة ولا دكر واحد. فانا بحسبها كده، لا اصرف عشان هتاكلي كويس حاجة. انت اصلا يعني لو رحت تشتري دكرين 3 او 5 6 بطات هيبقوا بمبلغ قد كده، فانت في البيت بتصرفي نصهم، يعني بتصرفي نص المبلغ اللي انت ممكن تجيبي بيه دكرين بس وثلاث اربع بطات بس، على كمية ما شاء الله اللهم بارك. فده اوفي، ولو هتعمليها كمكسب كمشروع كمان هيبقى مربح جدا. بس ما تستخسريش في العلف، ما تعتمديش على بدايل العلف كأساسي. البط اول ما يطلع كده ان شاء الله نستقبل دورة بط مع بعض، اهتمي بيه اول شهر، اهتم بالبط كويس، هتطلع معاكي دورة ممتازة جدا بدون امراض. ولا هندور بقى نعالج الكساح ازاي، ولا هندور نعالج تطير الريش ازاي، ولا الافتراس ازاي، ولا اي حاجة. استقبلي البط كويس، ضيفي له اعشاب كل فترة، مش شرط زي الفراخ البيضة. احنا الفراخ البيضة بنطلع كل طاقتنا فيها خلال شهر او شهر او 40 يوم بالكتير، لكن البط معاكي 3 شهور، عايز منك اهتمام بس اول شهر، ومش اهتمام 1% زي الاهتمام بتاع الفراخ البيض. طبعا المكان يبقى نضيف، مش هقولك يكنسي كل يوم، على الاقل كل يومين، كل يوم ويوم. المكان اللي المية بتاعتهم فيه كل يوم يتغير ويتغسل. طبعا انا بغسل من جوه بس يا بنات، بس من بره ما بغسلش للامانه، لكن من جوه نضيف. المكان اللي انت تربي فيه يكون واسع على قد العدد اللي انت هتربيه. كل ما المكان كان واسع ونضيف، دورة البط بتبقى ناجحة وسريعة وأوزانها كويسة وممتازة. زي ما قلت لكم أنا ممكن يعني يوم ما البط بيطول عندي قوي قوي يقعد 4 شهور، 4 شهور وأذبح، ممكن 3 ونص وأذبح، على حسب المكان. يعني أنا ما عنديش إمكانية إن أنا أسيب أطلع على دول تربية تالتة، فمش هينفع، فلازما أذبح التربية القديمة أو الكبيرة. فانت لو عندك مكان وعندك امكانيه ان انت تسيبي البط اكتر من 4 شهور بيكون ممتاز جدا، طعمه اساسا
بيفرق مع العلف وكده، فاكيد هيديكي كمان اوزان. ربنا يحسن ما بين ايدينا ويكبر مزرعتنا، اللهم امين. دعوة حلوة منكم في التعليقات، وشكرا لكل حبايبي اللي مستمرين معايا وبتفاعلوا في التعليقات. ربنا يرزقنا جميعا، ودعوة منكم حلوة كده بصلاح الحال. ولو عندكم اي سؤال او اي استفسار عن تربية البط او الفراخ البلدي سيبولي في التعليقات، وان شاء الله هرد عليكم. وانتظروني في الفيديو القادم بأمر الله. مع السلامة.